ميسان الجميلة ضمن مباريات الجولة السادسة عشر التي انطلقت يوم أمس. ديالا فرض التعادل على الزوراء هدف مقابل هدف. القرمة في ملعب الرماد يخسر امام الكرخ 0-1، واربيل في فرنسا حريري يتفوق على العميد الكربلاء بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. طلال البلوشي يبدا بتشكيله هذا اللقاء في حراسه المرمى علي كاظم، محمد علي حسن، احمد ابراهيم، باتريك مارسيلينيو، يوسف راد، لاس كنعان، محمد علي عبود، محمود الاسود، ايشتا ديبوتي، غوستافو انريكي وناصر محمدو. بينما المدرب علي عبد الجبار مدرب نادي نفط ميسان يبدا بحسن نجم في حراسه المرمى، عباس فاضل، الكسندر يولي، حسين مطر، عبد الله خلف، اولاديو ماثيو، محمد سلام، علاء سعد، وعثمان ساني، احمد زامل، وديمي داوود. تغييرات اجراها المدربين على اخر لقاء. بالنسبه لزاخو 3 نقاط ثمينه كانت من ملعب طبعا الفيحاء من محافظة البصرة، بينما نفط ميسان الذي تعرض إلى خسارة أمام جماهيره هنا في هذا الملعب أمام دهوك 0-2. نفط ميسان الذي يعاني من عدة غيابات، سواليو بسبب تراكم البطاقات، مصطفى محمد سعيد، سجاد جبار، واكرم رحيم رباعي بسبب الاصابات. ايضا هناك غياب لموسيس وولشيك، محمد ابو حشيش، وايضا نشاهد رمضان صديق واحمد ناظم على دقة البدلاء. غوستافو انريكي هداف فريق نادي زاخو، وطاقم الحكام حامد علي، ويساعد مساعدة والعلاء عبد الحليم، مساعد ثاني علي محسن، حكم رابع احمد قاسم، وحكام الفار واثق محمد وكرار عبد الكريم. بدأت المباراة، انطلقت هذه المواجهة، مواجهة مهمة جدا ما بين الفريقين. زاخو يريد الاقتراب أكثر إلى الصدارة، وخاصة بعد تعادل الزوراء مع ديالا، ويبحث عن 3 نقاط تكون ثمينة ومهمة جدا في المنافسة على لقب الدوري لهذا الموسم. تمريرة طويلة لكن أقرب للحارس حسن نجم. المباراة السادسة عشر كحارس أساسي. عبد الله إلى ديمي داوود، تمريرة وصلت إلى علاء سعد من جهة اليسار، تلعب الكرة ومحاولة الإبعاد مرة أولى وثانية من مارسيلينيو البرازيلي، باتريك مارسيلينيو، والإبعاد إلى رمية جانبية. مرر سريع من عبد الله خلف القادم في فترة تقاشت فيها هنا المحاولة الرأسية والمتابعة، لكن ابعاد من محمد علي حسن. هناك لاعبان في نادي زاخو باسم محمد علي عبود، محمد علي حسن. طلال البلوشي ينظر ويترقب هذا القطري ابن الأدعم، ابن العناب القطري، من أجل تحقيق إنجاز تاريخي لنادي زاخو، وأيضا تاريخي على المستوى الشخصي. وزاخو بعد الموسم الماضي يشتد عودة في هذا الموسم. نتكلم عن الجولة السادسة عشر وهو قريب من الصدارة. يحاول الآن فريق زاخو البعد عن الهجوم المرتد من غوستافو هنريكي، لكن الكرة إلى الخارج، رمية جانبية تلعب من غوستافو، لا يتركها اللاعب إيشتا ديبوتي، لاعب النيجيري القادم من نادي ريفرز يونايتد متصدر الدوري النيجيري. هذا هو إيشتا ديبوتي. تمريره هناك جهة اليسار، يحاول فريق زاخو من جهة اليسار تمريره، لكن الكسندر يولي يغطي الكرة من امام اللاعب محمود الاسود، اللاعب السوري. هذا هو الإيفواري الكسندر يولي القادم من نادي الحدود. مرة رقم 13 كحارس مرمى اساسي لفريق نفط ميسان. ركلة مرمى، هناك بعض الرياح في أرضية الملعب. داوود طالت على داوود، قطعت الكرة تلعب، يحاول الآن فريق
زاخو ثلاثي قلب الدفاع، أحمد إبراهيم ويوسف راد الآلوسي وباتريك مارسيليني، والقائد أحمد إبراهيم. زاخو قادم من انتصار على فريق نفط البصره، مباراة جميلة جدا كانت، لكن استطاع أمجد عطوان تسجيل الهدف في الدقيقة 8 بعد 90. سجل هدف عن طريق ركلة جزاء، بينما نفط ميسان خسارة أمام دهوك يريد التعويض فريق نفط ميسان. زاخو في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، 8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم، سجل 25 هدف واستقبل 13 هدف، بينما نفط ميسان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، 6 انتصارات 4 تعادلات 5 هزائم، سجل 16 هدف واستقبل 16 هدف. معدل تقريبا هدف سواء الاستقبال او التسجيل. بصراحة جماهير الفريقين يعني رغم قلتهم الا ان يعني نسمع صيحات واهازيج بالنسبة سواء لمشجعي زاخو ومشجعي نفط ميسان. رابطة زاخو تواجدت في البصرة والآن أيضا تتواجد هنا في مدينة العمارة، هنا في محافظة ميسان في ملعب الميسان الأولمبي. محمد علي عبود، بماذا تطالب محمد علي عبود؟ طبعا محمد علي عبود لاعب مهم جدا في تشكيل طلال البلوشي، المباراة 13 كلاعب أساسي، لكن يمتلك 4 بطاقات صفراء، مهدد في الغياب عن المباراة القادمة. أحمد إبراهيم، محمد علي عبود، إبراهيم من جديد، ضغط من لاعبي نادي نفط ميسان، باتريك مارسيلينيو إلى إيشتا، لكن قطعت من ديبوتي، عادت لعثمان ساني، ساني لعلاء سعد في وسط الملعب، تمريرة لماثيو تلانجي، ماثيو إلى داوود هناك في جهة اليمين يلعب الكرة، يحاول المرور من أمام محمد علي حسن، لكن قطعت من محمد علي حسن مدافع اليسار في اللعبة أمامية. وسط إكسندريولي، 5 دقائق مرت، لا وجود لتهديد لا على مرمى فريق نفط ميسان ولا على مرمى زاخو، لكن نفط ميسان أكثر وصولا. حاول كانت محمد سلام قادم من نادي الكهرباء، مشوار طويل في دورينا، أيضا مهدد عن الإيقاف. المباراة القادمة بالنسبة لنفط ميسان لديه 4 بطاقات صفراء. هنا الركنية والكرة المشتركة ما بين مارسيلينيو واللاعب، تلعب الركنية السهلة لدى علي كاظم. حاول فريق زاخو بناء الهجمة من الخلف، يوسف الآلوسي، تمريرة أمامية مرت عدت وصلت الآن لمصلحة زاخو، تمريرة وقطعت تمريرة اللاعب محمود الأسود لم يتعامل مع الكرة بالصورة الصحيحة وقطعت الكرة. والشاهد بالسلامة لحسين مطر، مدافع الذي يدخل بديلا طبعا المدافع السوالي الموقوف عن هذا اللقاء. جماهير زاخو طبعا اكيد طبعا تعزية جماهير ميسان طبعا الكبير امجد عطوان الذي موجود على دكة البدلاء. نعم، تغييرات من طلال البلوشي بعدم وجود امجد عطوان، وايضا رمضان صديق، احمد ناظم، يعني ايضا موسيس ويلشك يغيب عن هذا اللقاء، غير موجود. جماهير الحاضرة في ملعب اللقاء، جماهير نفط ميسان طبعا في هذا الموسم حالة سلبية في ملعب ميسان الأولمبي. طبعا عدم تواجد الجماهير ليس كما كان التواجد في المواسم السابقة، دائما ما يكون هناك حشود جماهيري كبير وحضور جماهيري كبير، لكن على ما يبدو يعني اغلب التوقيتات تكون في الظهيره، وبالتالي صعب جدا حضور المشجعين. لكن نتمنى ان مشجعي جماهير نفط ميسان، هذه الجماهير العاشقه المتميزه، بالتواجد اكثر في ملعب ميسان الاولمبي، وخاصه الفريق يعني يقدم مباراه جيده، يقدم اداء ايضا متميز. كره الان عثمان ساني يلعبها هناك في جهه اليمين،
يحاول المرور عثمان سني ولاس كنعان، لكن قطعت الكرة عادت مصعد نادي زاخو. البحث عن الهجوم المرتد السريع، تمريرة لمن هناك في جهة اليمين، يلحق بالكرة يوسف لالوسي، تمريرة قطعت من الكسندريولي، محمد علي عبود تترك، عادت من جديد لمصلحة نادي نفط ميسان، ديمي داوودة، تمريرة نعم أو لعب الكرة للخارج، كون هناك لاعب من نفط ميسان ساقط على أرضية الملعب. بالسلام لمحمد سلام بعد الكرة المشتركة الأخيرة مع لاس كنعان. من إصابة، شاهد الكرة المشتركة ما بين لاس كنعان ومحمد سلام، قوي كان، نعم قوي كان من لاس كنعان في هذه اللقطة. بالسلامة لمحمد سلام والسلامة لجميع الموجودين في ملعب ميسان الأولمبي. علي عبد الجبار لا يريد خسارة أخرى، هناك تذبذب على مستوى النتائج بالنسبة لنادي نفط ميسان. نشاهده يعني تعادل مع الشرطة هنا في العاصمة الحبيب بغداد ب3 أهداف مقابل 3 أهداف، مباراة كبيرة قدمها أمام الشرطة بطل الدوري الموسم السابق، لكن بعدها تعثر أمام توك هنا في ملعبه أمام جماهيره، والخسارة 0-2. علي كاظم المباراة السادسة عشر كحارس مرمى أساسي لفريق زاخو، حافظ على نظام الشباكة في 6 مباريات، لديه 6 كلين شيت. ديمي داوودة السنغالي، مشوار في الدوري العراقي مع القاسم ومن ثم الكهرباء، والآن مع نفط الميسان، تعود على أجواء الدوري. الكسندريولي أيضا نفس الحال، أيضا كان مع الحدود. تمريرة عالية طويلة، مارسيلينيو قطع الكرة في مرة أولى وثانية بالرأس. علاء سعد يحاول علاء سعد إلى عثمان سني لعباس فاضل دافع اليمين، رابع مباراة أساسي ومهدد بالإيقاف المباراة القادمة مع الزوراء، مباراة صعبة جدا على نفط ميسان، الترحال إلى بغداد من أجل مواجهة الزوراء المتصدر الحالي، لكن مهدد بفقدان الصدارة إذا ما فاز فريق الشرطة. محمد سلام لعباس فاضل من جديد، تمريرات لمصلحة نادي نفط ميسان، مباراة لغاية الآن مباراة جس نبض، مباراة بطابع تكتيكي واضح تماما، لا وجود للمجازفة للأمام، الفريقان يلتزمان بالواجبات الدفاعية، لكن نفط ميسان طبعا أقرب إلى منطقة جزاء فريق زاخو، يعني أكثر من مرة شاهدناه وصل وتحصل على ركلات ركنية لكن دون تهديد حقيقي على مرمى زاخو، بينما زاخو حاول لأكثر من مرة لكن محاولاته تتكسر عند مشارف منطقة جزاء فريق نفط ميسان. هنا خطأ لمصلحة يوسف لالوسي. علي عبد الجبار توجيهات مستمرة، يقدم موسم لغاية الآن جيد ومتميز. نتكلم عن فريق نفط ميسان في المركز التاسع في المناطق الدافئة، لكن ما زال الحكم مبكر جدا. كرة طويلة، ابعاد للكرة من دفاع نفط ميسان، ماثيو أوتولنجي تلعب الكرة هناك لعباس فاضل، مر عباس من امام اللاعب الايتشا ديبوتي، هنا المرور جميل عباس فاضل لكن طالت مشوار متميز وانطلاقه من عباس فاضل، مر وعدى لكن في الاخير طالت عليه ووصلت الى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي زاخو. طلال البلوشي يتكلم مع اللاعبين، يبحث طلال البلوشي عن يعني آلية وطريقة من أجل تهديد مرمى فريق نفط ميسان. الآن ديبوتي إيشتا يلعب الكرة لكن وصلت للحارس حسن نجم، وبعاد للكرة من حسن نجم، عادت من جديد إلى ديبوتي إيشتا، قطعت من ساني إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. اللعبة الرمية الجانبية وأيضا إلى الخارج. عباس فاضل،
على لعب الرمية الجانبية. مباراة لغاية الآن نتكلم عن وصول الدقيقة 14 هادئة تماما، هادئة تماما. الحذر واضح على لاعبي الفريقين، عدم المجازفة للأمام. كرة الآن حسن نجم، تمريرة طويلة وصلت لعثمان سانيه. عثمان سانيه اللاعب النيجيري، قطعت الكرة، عادت هنريكي يحاول الآن المرور. محمود الأسود، لكن اللاعب السوري 22 عام محمود الأسود. إيشا ديبوتي 24 سنة، محمود الأسود 22 سنة، لاعبين صغار بالعمر وهم محترفين مع نادي زاخو. علاء سعد حاول المرور، علاء سعد، وهناك خطأ لمصلحة علاء سعد بعد التدخل من اللاعب لاس. نعم لاس كنعان يدخل، أو لا، تدخل كان من محمد علي حسن. هذه الكرة المشتركة ما بين محمود الأسود وعلاء سعد. علي عبد الجبار، بماذا تؤشر؟ بماذا تلوح يدك؟ لمن هذا التلويح يا علي عبد الجبار؟ علي كاظم، وتوجيهات للدفاعات والجدار البشري. تمريرة في منطقة الجزاء، لكن قطعت محمد علي عبود. عادت مصعد نادي زاخو ومحمود الأسود والبحث عنه، وهذا ناصر محمد اليمني والبحث عن الجول المرتد، لكن قطعت من لاعبي نفط ميسان. لاعبين نفط ميسان سرعان ما يستردون الكرة، تقطع الكرات سريعا من لاعبي نادي نفط ميسان. فرسان المملكة أمام أبناء الخابور. أبناء الخابور يريدون إغراق الفرسان هنا في ملعبهم ومعقلهم أمام الجماهير، بينما فرسان المملكة تبحث عن اجتياز هذا الخابور، خابور زاخو. واختبار صعب جدا لميسان، يعني بعد دهوك الآن زاخو. نتكلم عن فرق التوب 8 في ترتيب الدوري، وبالتالي مواجهات صعبة. هنا أيضا خطأ على باتريك مارسيلينيو. تكثر الآن الأخطاء على لاعبي نادي زاخو. خطأ بعد التدخل على أحمد زامل المهاجم. المباراة الأولى كلاعب أساسي أحمد زامل، لديه مباراتين كبديل. هو في الموسم الماضي أو في بداية الموسم كان مع نادي زاخو، وانتقل فترة انتقالات شتوية لنادي نفط ميسان. تلعب الكرة العالية، وصلت لعثمان سانيه لمحمد سلام. محمد سلام تغيير اللعب، يحاول على سعد، تمريرة أحمد زامل إلى محمد سلام. عثمان سانيه المنطلق من جهة اليمين داخل منطقة الجزاء، والإبعاد في اللحظة المناسبة من أمام عثمان سانيه الذي انطلق داخل منطقة الجزاء، لكن إبعاد من محمد علي حسن. أحمد إبراهيم وتوجيهات مستمرة، ركنية أخرى لمصلحة نادي نفط ميسان. لا، الركنية الثالثة يا سيد المخرج لمصلحة نفط ميسان. على سعد على تنفيذ الركلة الركنية، تلعب عالية، وعلي كاظم من أعلى نقطة أمام لاعبي نادي نفط ميسان. يمسك الكرة كاظم، ينتظر زميل، لكن الآن يفكر بالهدوء. هذا أحمد زامل، وهذا ديبوتي، إيشتا ديبوتي النيجيري. علي كاظم يلعب الكرة العالية، علي كاظم تجاه يوسف إلى إيشتا، لكن قطعت الكرة. أحمد إبراهيم إلى يوسف، قطعت الكرة من جديد. أحمد إبراهيم يحاول الضغط على سعد، لكن مارسيلينو موجود في التغطية. علي كاظم والتمرير الطويل، تمرير طويل باتجاه ناصر محمدو. لا وجود للخطأ، الحكم قريب. سندريولي، كرات عالية من قبل لاعبي الفريقين. نتكلم عن دفاعات الفريقين يلعبون الكرات العالية. تمريرة قصيرة ومقطوعة من لاعبين نادي نفط ميسان. ديمي داوودة شاهد الانطلاقة من جهة اليسار من عبد الله خلف. ديمي داوودة يلعبها لعبد الله خلف الذي حول المرور. تمريرة 1-2 مع علاء سعد. عبد الله خلف وأرضية عرضية، وابعدت من أحمد إبراهيم لمحمد عبود. علي عبود، يا الله على المرور الجميل والتمرير الأجمل. يحاول إيشتا مر من أمام ماثيو، وهنريكي يحاول، وأيضا ما زال إيشتا، وتمريرة إيشتا
تصل سهلة للحارس حسن نجم. هل تعرض الاعثار في هذه اللقطة؟ الحكم كان قريب جدا، الحكم كان قريب جدا ولم يحتسب خطأ، ويطلب من الكادر الطبي من أجل تقديم الإسعافات الأولية إلى النيجيري ديبوتي إيشتا. شاهد الكرة، هل هناك لمس من محمد سلام؟ لا وجود لأي لمس، نعم لا وجود لأي احتكاك من خلال هذه الزاوية. الكرات المشتركة ما بين محمدو وعباس فاضل، أيضا الحكم لم يحتسب خطأ. أولتراس نفط ميسان، الجماهير القليلة شاهد تشجيع تصفيق داخل ملعب ميسان الأولمبي. 13 لقاء سابق ما بين الفريقين، الأفضلية التاريخية لمصلحة نفط ميسان، فاز ب3 مباريات، وبينما نادي زاخو حقق انتصارين فقط، والتعادل كان هو النتيجة الأكبر التي تكررت ما بين الفريقين. التعادل كان في 8 مباريات، 4 منها انتهت بالتعادل السلبي، واخر تعادل سلبي كان في الموسم الماضي هناك في ملعب زاخو، بينما اخر مباراه ما بين الفريقين هنا في هذا الملعب الفوز لنفط ميسان بهدفين مقابل لا شيء. علاء الدالي وجعفر ناصر. علاء الدالي الذي ترك الفريق وذهب بالتجربه احترافيه هناك في ايران، ومن ثم العوده الى دورينا السوري مع نادي القرمه، وبينما جعفر ناصر موجود في دكه البدلاء. زاخو اخر انتصار لنادي زاخو كان طبعا في موسم 2017-2018 بهدف يونس شكور، بينما زاخو لم يحقق الانتصار هنا في ملعب ميسان الأولمبي. يعني زاخو لم يحقق الانتصار خارج قواعده على نفط ميسان. هل يستطيع اليوم أم طبعا تبقى الأمور التاريخية هي سيدة الموقف؟ نعم نتكلم عن إحصائيات وأمور تخص تاريخ مواجهة الفريقين. 20 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين نفط ميسان وزاخو في مباريات الجولة 16 من دورينا التي انطلقت يوم أمس. رمية جانبية الآن، تلعب رمية جانبية داخل منطقة الجزاء، رأسية مارسيلينيو والإبعاد. طبعا الكرات العالية أغلبها من نصيب مدافعي فريق زاخو، وجود مارسيلينيو وأحمد إبراهيم ويوسف الآلوسي. هؤلاء الثلاثي صعب جدا أن تخطف منهم كرة رأسية، كرة عالية. يمتازون بطول قامة وأيضا يمتازون بالكرات الهوائية. محمد علي يلعب الرمية الجانبية، محمد علي حسن ومحمد علي عبود، ثنائي فريق زاخو، لاعب خط وسط ولاعب مدافع يسار. محمد علي يلعبها باتجاه محمد علي الاخر عبود، لكن طارت على عبود، قطعت من عباس فاضل عاليه. احمد ابراهيم يلعب لمارسيلينيو، يضغط احمد زامل، يضغط على دفاعات فريق زاخو، لكن زاخو يخرج بالكره بصوره جميله. ناصر محمدو مع الكره، يلعبها هناك في جهة اليسار، محاولة المرور من الأسود، محمود الأسود من المرور، لكن قاطع الكرة من محمد سلام، تمريرة عالية لكن مارسيلينيو بالرأس والإبعاد. محمد علي عبود والإبعاد من عباس فاضل، عادت من جديد كرات عشوائية مقطوعة من قبل لاعبي الفريقين. نحتاج لمشاهدة أداء فني أكبر وأفضل. هنا مرور من عبد الله خلف إلى علاء سعد، نعم يعمل ديلي، يلعبها الى داوود لاحمد زامل داخل منطقه الجزاء، الى عبد الله خلف من جهه اليسار، تمريرات قصيره جميله لاعبين نفط ميسان، عادت لعبد الله خلف من جديد، ضغط من دفاعات زاخو الى علاء سعد، يلعب الكره واصطدت باحمد ابراهيم، اصطدت الكره باحمد ابراهيم والى الخارج. ركله ركنيه اخرى لمصلحه نادي نفط ميسان، الركنيه الرابعه لمصلحه نادي نفط ميسان. علي كاظم، توجيهات اللعب قصير هذه المره، داوود مع عثمان ساني،
داوود يحاول المرور لكن قطعت من محمد علي. محمد علي مدافع اليسار قطع الكرة في جهة اليمين، تلعب الكرة محمدو هنا التمريرة الأمامية كان أقرب لها ألكسندر يولي، قلب الدفاع العاجي الإيفواري إلى الخلف لحسن نجم. لغاية الآن لم نشاهد الفرص الحقيقية لا على مرمى زاخة ولا على مرمى نفط ميسان. وراء مستواها وسط أو أقل من الوسط. نعم يحتاج إلى أداء أفضل يعني خاصة الفريقين نتكلم من فرق المقدم، يعني نتكلم عن فريق في المركز الرابع وفريق في المركز التاسع. الأداء لا يمثل مراكز الأندية التي يحتلوها خلال طبعا هذه المرحلة. أحمد إبراهيم تمريرة عالية بالرأس قطعت ألكسندر يولي، عثمان سوني يضغط محمد علي على عثمان سوني، قاطع الكرة ناصر محمدو يحاول المرور عليه سوني يلعبها لمحمد علي. محمد علي تمريرة قطعت من ألكسندر يولي، عادت لمصلحة نادي نفط ميسان. عثمان سوني أحمد زامل يبحث عن التمرير لكن لم يمررها ساني، يلعبها لمحمد سلام ويعيد الكرة محمد سلام ساني لعلاء سعد في وسط الملعب. علاء سعد يحاول المرور لكن قطعت الكرة محمد علي عبود، تمريرة لجوستافو هنريكي الغائب، تصويبة من هنريكي لكن اصطدت بالمدافع سين مطر. هذا جوستافو هنريكي 16 مباراة كلاعب اساسي، وهذه المباراة السادسة عشر هداف الفريق هداف نادي زاخة. تلعب الكرة اصطدت، تلعب الكرة رمية جانبية يوسف لالوسي، تلعب الكرة سهلة لدى حسن نجم الحارس. تلعب الكرة عالية طويلة، يوسف لالوسي تمريرة محمد علي عبود إلى إيتشا ديبوتي إلى محمود الأسود، مرور جميل من أمام حسين مطر لكن طالت ووصلت إلى رمي جانبية لمصلحة نادي نفط ميسان. عبد الله خلف المنتقل من القرمة فترة الانتقالات الشتوية إلى نادي نفط ميسان. تلعب الكرة يحاول ديمي داوود مصلحة نادي نفط ميسان، تمريرة من اللمسة الأولى لأحمد زامل أو هذا على سعد تمريرة لعبد الله خلف لكن قطعت وابعدت من أمام وسط أحمد إبراهيم. عادت سريعا لمصلحة نفط ميسان. حسين مطر تمريرة قطعت، تعود من جديد إلى ماثيو تلنجي لكن أحمد إبراهيم بتمركز وتوقع للكرة، قطع الكرة هنريكي يحاول جوستافو الهداف برصيد 9 أهداف لكن يغيب الهداف الثاني عن التشكيلة الأساسية لفريق زاخة وهو أمجد عطوان. يمتلك أمجد عطوان 8 أهداف و5 أسيست، يعني ساهم ب13 هدف من أهداف فريق زاخة سجل 25 هدف. أمجد عطوان مشارك بأكثر من نصف هذه الأهداف، 5 أهداف كصناعة و8 أهداف كتسجيل. أتكلم عن أمجد عطوان. جوستافو هنريكي 9 أهداف. كرة الآن راسية وصلت لمصلحة أحمد زامل هل يسجل في مرمى فريقه السابق خلال لقاء اليوم. قطعت الكرة من محمود الأسود أو محمدو إلى إيتشا
يحاول الآن إيشتا تمريرة لمحمد لكن قطعت من حسين مطر. قطعت من حسين مطر. البعد على الهجوم المرتد السريع. تمريرة وصلت إلى داوودة. ديمي داوودة يلعب الكرة إلى أحمد زامل. أحمد زامل لعثمان ساني. عثمان ساني هناك من جهة اليمين. مر عثمان ساني دخل منطقة الجزاء. صوب واصطدت محمد علي. اصطدت بمحمد علي ولا ركنية أخرى. خامس ركلة ركنية لمصلحة نادي نفط ميسان. خامس ركلة ركنية وأحمد إبراهيم يتكلم مع اللاعبين. أكيد هكذا هجمات مرتدة تكون خطيرة. تكون خطيرة على فريق زاخو. ركنية الآن لمصلحة نفط ميسان. المتخصص علاء سعد على تنفيذ الركلة الركنية. هذا هو علاء سعد. علاء سعد يلعب الركلة الركنية على داخل منطقة. خروج ناجح من علي كاظم للمرة الثالثة. علي كاظم يخرج ويمسك الكرة من أعلى نقطة. علي كاظم يلعب الكرة الطويلة. يلعبها لباتريك مارسيلينيو. مارسيلينيو إلى علي كاظم. علي كاظم تمريرة عالية وطويلة. 30 دقيقة وصلنا أحبتي المشاهدين، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين نفط ميسان وزاخو في مباراة الجولة السادسة عشر من دوري نجوم العراق 24-25. هنا تمريرة عبد الله خلف من جهة اليسار. يلعب الكرة العالية والكرة لم تخرج أم خرجت؟ الكرة خرجت. نعم خرجت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي زاخو. زاخو لم نشاهده يصل إلى مرمى فريق نفط ميسان كثيرا. فريق نفط ميسان الأكثر وصولا، الأكثر وصولا، لكن دون خطورة. دون خطورة. تحصل على عدد من الركلات الركنية والأخطاء لكن لم يستغل فريق نفط ميسان بعد مرور نصف ساعة من اللعب. مباراة خالية من الهجمات الخطيرة، خالية من الفرص المحققة للتسجيل. محمد بن امام محمد سلام، وهناك خطأ لمصلحة نادي زاخو، ويعرفون تماما نفط ميسان خطورة فريق زاخو بالكرات الثابتة. الكرات الثابتة دائما فريق طبعا دائما خطيرين. يعني سجل 3 أهداف من ركلات ركنية بالنسبة لفريق زاخو. دائما ما يستغل الكرات الثابتة، اللعب عالية من الرأسية والابعاد من دفاعات نادي نفط ميسان. عثمان ساني يحاول لكن محمد علي موجود في التغطية من محمد علي. كرة الآن وصلت لعلي كاظم. علي كاظم تمريرة. محمود الأسود لأحمد إبراهيم. ناصر محمدو لهنريكي. هل يلحق بالكرة؟ محمدو صعبة جدا. وإلى الخارج. إلى الخارج ركلة مرمى. جوستافو حاول مع الكرة لكن إلى الخارج. ركلة مرمى. كلام ما بين محمدو وطلال بلوشي. وأولتراس نفط ميسان ما زال يشجع ويوازر بحثا عن 3 نقاط تكون مهمة وثمينة جدا، وخاصة تلعب من أمام فرق التوب فور. زاخو تلعب الكرة الآن. ماثيو. قطعت الكرة من ماثيو، عادت لمصلحة نادي زاخو. محمود الأسود. باتريك مارسيلينيو يتركها لأحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم تمريرة إلى محمد علي عبود رمانة الميزان إلى جوستافو هنريكي. تمريرة لاس كنعان ليوسف الالوسي مع الكرة. يحاول إيشتا لكن ديبوتي لم ينجح في التمرير في المرة الأولى. عادت إلى لاس كنعان. يحاول يوسف الالوسي. تمريرات قصيرة ما بين لاعبي زاخو الآن.
محاولة للاستحواذ على الكرة والحيازة. أحمد إبراهيم، عودة جميع لاعبين نادي نفط ميسان الخلف في مناطقهم. يضغط الآن داوود على يوسف لالوسي. لالوسي تمريرة عالية لكن قطعت من حسين مطر، تعود من جديد إلى إيشتا. إيشتا لمحمدو، إلى إيشتا من جديد في جهة اليمين. ديبوتي تمريرة إلى محمود الأسود لكن قطعت الكرة من حسين مطر من أمام محمود الأسود، وركنية لمصلحة نادي زاخر. طلال البلوشي، هل يعتمد على الكرات الثابتة؟ هل ينجح من خلال الكرات الثابتة يتقدم مع فريقه على فريق نفط ميسان؟ ناصر محمدو الذي يمتلك 3 أهداف. محمدو على لعب الركلة الركنية، إيقاف للعب الركلة الركنية، تنبيه من الحكم حامد علي. تنبيه الحكم حامد علي لاعبي الفريقين. ناصر محمدو على لعب الركلة الركنية، أخذت وقتا طويلا هذه الركلة، أخذت وقتا طويلا. محمدو يلعب الركنية عالية والابعاد من دفاعات نادي نفط ميسان على سعد، محاولة ابعاد للكرة لكن ما زالت لمصلحة نادي زاخو. تمريرة محمود الأسود يحاول المرور من أمام ماثيو. محمود الأسود مع الكرة يلعبها لكن اصطدت بماثيو، عادت من جديد محمد علي عبود يحافظ على الكرة إلى محمد علي الآخر، محمد علي حسن عالية داخل منطقة مارسيلينيو بالرأس والكرة المشتركة، وهناك خطأ على مارسيلينيو بعد الكرة المشتركة ما بين البرازيلي وحسين مطر. السلام لحسين مطر. شاهد هذه الكرة المشتركة ما بين مارسيلينيو وحسين مطر، لاعب قوي جدا البرازيلي مارسيلينيو، دافع البرازيلي، المباراة 16 أساسي فقط هو وغوستافو هنريكي، هؤلاء الثنائي هم الذين لعبوا جميع مباريات زاخ بصورة أساسية. خطأ الآن لمصلحة نادي نفط ميسان، 10 دقائق أخيرة على نهاية 45 دقيقة من أحداث الشوط الأول، والتعادل ما زال أصفار سلبيا، النتيجة الأكثر كرها في عالم كرة القدم. يوسف لالوسي على لعب الرمية الجانبية، موسم جديد مع زاخو. يوسف لالوسي يلعب كمدافع يمين بوجود رمضان صديق في دكة البدلاء. عباس فاضل لعثمان ساني، يضغط محمد علي على عثمان ساني، قاطع الكرة محمدو إلى ديبوتي علي عبود محمد علي حسن أمامية باتجاه محمود الأسود، يضغط عباس فاضل على محمود الأسود، تمريرة لمحمدو داخل منطقة، لا وجود للخطأ، الحكم قريب جدا، محمدو يصوب واصطدت الكرة. بدأ نادي زاخو يصل إلى مرمى فريق نفط ميسان. هنا يشتى يحاول المرور، مار ديبوتي لعب الكرة الالوسي، تصويبة وصلت إلى قفازات حسن نجم. نعم، بدأ نادي زاخو يصل ويهدد مرمى فريق نفط ميسان، مرمى الحارس حسن نجم. نعم، بدأ فريق طلال البلوشي، حتى بدأ يصفق طلال البلوشي، يعني راضي على أداء الفريق. بعد 30 دقيقة فريق زاخو كان متوضع في الدفاع، نعم يبحث عن الدفاع ولا يبحث عن الهجوم، لكن الآن بدأ بالحيازة والاستحواذ على الكرة والوصول إلى المرمى. ويوسف لالوسي الذي سدد كرة لكن الكرة لم تكن قوية ومسكها الحارس حسن نجم. يوسف لالوسي إلى اللاعب يشتا، خطأ لمصلحة النيجيري يشتا. ديبوتي وضع على الصورة بينه وبين محمد سلام، واترك مارسيلينيو يتقدم للأمام،
حول محمد علي 1-2 مع محمود الأسود ولا وجود للخطأ. الحكم قريب جدا وفي زاوية رؤية ممتازة، كان يطالب محمد علي بالخطأ لكن الحكم قريب جدا، وبالتالي ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. نفط ميسان الذي لعب 8 مباريات في ملعبه، لم يسجل امام دهوك ولم يسجل امام القوة الجوية ولم يسجل امام النفط. 3 مباريات لم يستطع التسجيل فيها، مباراتان خسرهما ومباراة تعادل فيها سلبيا. هنا تمريرة مع اجتهاد بوتي لكن صعب على النيجيري والى الخارج. ركلة مرمى. شاهد هنا الإعادة. ناصر محمدو كنت تبحث عن ركلة جزاء من خلال هذه اللقطة، يعني لا وجود للخطأ تماما. الكسندر يولي كرة العالية واحمد ابراهيم تشتيت للكرة طبعا والمطالبة بلمسة يد. ابراهيم كان مرتبك بابعاد الكرة الأخيرة، من حسن حظه وصلت للحارس علي كاظم. نعم، هذه جزئيات بسيطة تغير كثيرا من مجرى مباريات كرة القدم. علي كاظم يلعب لأحمد إبراهيم، علي كاظم من جديد يضغط أحمد زامل، وصلت لعبود لمارسيلينيو. الخروج بالكرة بصورة جميلة من لاعبين نادي زاخو، يعني الضغط لم يكن بذلك الضغط العالي من لاعبين نادي نفط ميسان، وبالتالي خرج بالكرة. لكن الآن قطعت عثمان سوني يحاول المرور، وقطعت الآن من لاس كنعان. تمريرة خاطئة من عبود، عادت لأحمد زامل المتراجع للخلف. عباس فاضل 5 دقائق أخيرة على نهاية 45 دقيقة من الشوط الأول. مباراة لم نشاهد فيها الشيء الكبير والكثير من الفرص والمحاولات على المرميين. أغلب الكرة كانت في وسط الملعب. هنا التمريرة الأمامية بالظهر أحمد إبراهيم، لكن أحمد إبراهيم يقطع الكرة. قاطع الكرة أحمد إبراهيم إلى الخارج. رمية جانبية. عبد الله خلف على لعب الرمية الجانبية. تلعب رمية جانبية، يحاول أحمد زامل لكن قطعت. محمد علي عبود مع الكرة، تمريرة أمامية باتجاه محمود الأسود لكن يضغط حسين مطر. عادت لعلاء سعد نفط ميسان. داوود مع الكرة، تمريرات قصيرة أيضا مقطوعة. كثيرة هي الكرات المقطوعة من قبل لاعبي الفريقين. لاس كنعان المباراة الأولى كأساسي أيضا قطعت الكرة. لو نشاهد ردة فعل طلال بلوشي، يعني شاهدنا ردة فعل مع صراخ من المدرب طلال بلوشي مدرب نادي زاخو أكيد على كثرة الكرات المقطوعة، ونفس الحال فريق نفط ميسان أيضا الكثير من الكرات والتمريرات المقطوعة في وسط الملعب. عبد الله خلف يلعب الرمية الجانبية. أحمد زامل إلى داوود، أيضا كرة مقطوعة. يوسف لالوسي أيضا تمريرة مقطوعة. يعني شاهد الكرات المقطوعة، يعني لاعبي الفريقين بالمجمل غير مركزين تماما بلعب الكرات القصيرة الأمامية، دائما ما تقطع. هنا التمريرة ساني مع عباس فاضل إلى ماثيو أتلانجي لاعب الارتكاز، يغير اللعب لجهة اليسار مع عبد الله خلف. قريب منه داوود، يلعب داوود تمريرة لأحمد زامل، قطعت من أحمد إبراهيم بالقوة. يفتك أحمد إبراهيم أمامية باتجاه الهداف هنريكي، لكن حسن نجم على طريقة قلب الدفاع، على طريقة لعب الليبرو، يمرر الكرة لمصلحة نادي نفط ميسان من جهة اليمين. يا الله، افتكاك ممتاز من باتريك مارسيلينيو، لكن هناك راية تسلل حسب إشارة الحكم المساعد الثاني علي محسن. نعم، راية وتسلل على لاعبين نادي نفط ميسان، لكن القطع الكرة وافتكاك الكرة من باتريك مارسيلينيو بصورة جميلة جدا. علي كاظم على لعب الضربة الحرة الغير مباشرة.
تلعب كرة عالية وطويلة بالراس من هنريكي، لكن الكسندريولي والابعاد. داوودة تمريرة لمن؟ مارسيلينيو الى لاس كنعان وجه القدم الى محمود الاسود، قريب عليه عباس فاضل. ناصر محمد يذهب للمساندة، يلعب الكرة لكن ممتاز ماثيو اوتالنجي، لو مرت لكانت خطيرة لجوستافو هنريكي المهاجم الخطير. هنا التمريرة من احمد زامل باتجاه عثمان ساني، يضغط ساني على محمد علي، وهناك خطأ على اللاعب عثمان ساني. شاهد الكرة موجود الاحتكاك وسحب اللاعب قبل عثمان ساني، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي زاخو. أحمد إبراهيم، تمريرة محمد علي عبود، يحاول الآن محمد يتخلص من ماثيو تلنجي، وخطأ على اللاعب علاء سعد لمصلحة ناصر محمدو. خلاص دخلنا الدقيقة الأخيرة من 45 دقيقة الشوط الأول. كم سوف يضيف حكم اللقاء حامد علي؟ يعني أعتقد دقيقتين إلى 3 دقائق لا أكثر. محمد علي عبود 10 أخطاء، 7 على نفض ميسان، 3 على زاخو. محمد علي عبود على لعب الخطأ، يلعبها عالية داخل منطقة جزاء. هنا الرأسية والإبعاد من محمد سلام، يضغط لاعب زاخو، احتكاك للكرة. محمد علي عبود تمريرة لمحمود الأسود، قريب منه عبد الله خلف، يحافظ على الكرة. محمود الأسود يلعبها عالية على القائم الثاني، والإبعاد من عباس فاضل، والمتابعة من جوستافو هنريكي يلحق بالكرة قبل أن تخرج، قريب منه عباس فاضل. سقط عباس فاضل من أمام هنريكي، لكن عاد وقطع الكرة، يلعبها أمامية لا على التعيين، تصل لأحمد إبراهيم ليوسف لالوسي. يوسف مع الكرة أمامية باتجاه ديبوتي، لكن قطعت الكرة من حسين مطر بتوقيت مناسب جدا من أمام النيجيري. نعم، دقيقتان فقط كوقت محتسب بدلا عن الضائع لأحداث الشوط الأول. يوسف لالوسي والرمية الجانبية، يلعبها على طريقة الركلة الركنية، وجود جوستافو هنريكي. يوسف لالوسي يلعب الرمية الجانبية اتجاه جوستافو، هنا الرأسية والابعاد من حسين مطر. محمد علي عبود بالراس، وهنا لعب الكرة الخلفية، أقرب لها مارسيلينيو. يضغط فريق زاخو خلال هذه الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. هنا الرأسية من ديبوتي، لكن لا وجود اللاعبين نادي زاخو. عادت نادي زاخو سريعا. محمد علي عبود، يوسف لالوسي منطلق من جهة اليمين. الالوسي يلعب الكرة العالية وعالية جدا باتجاه ايشتو. القائم يتعاطف مع أصحاب الأرض، رأسية ديبوتي كادت أن تأتي بالجديد، لكن القائم أنقذ مرمى نفط ميسان من هدف محقق. ايشتو ديبوتي ورأسية في القائم الأيمن، شاد رأسية ديبوتي الذي ردها القائم الأيمن، وبالتالي القائم يتعاطف مع أصحاب الأرض والجمهور. على سعد، ثواني أخيرة عن نهاية الوقت المضاف، تلعب الكرة لأحمد زامل الزميل السابق لزاخو والمنافس الحالي تمرير الكسندريولي، يلعب لعباس فاضل، وهنا حامد علي ينهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. لم نشاهد فيه الشيء الكبير، لكن فقط في الدقائق الأخيرة شاهدنا كرة خطيرة لزاخو أرادها القائم الأيمن لمرمى نفط ميسان. حبيتم مشاهدين استراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا، لا تذهبوا بعيد.